السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير ودايما كده منوريني. واهلا وسهلا بكل حبايبي الجداد. النهاردة بإذن الله أول الأسبوع هنشوف بقى المشتريات بتاعتنا من الخضار بعد ارتفاع الأسعار. بس طبعا احنا ولا يهمنا ارتفاع أسعار، هنملى برضه بيتنا بالخير وب10 جنيه. هقولك يا ست الكل ازاي نملي بيتنا ب10 جنيه، يبقى دايما الخير موجود عندك. وهنتكلم في حاجات كتير. يا رب الفيديو كده يعجبكم وتستفادي منه. ما تنسونيش بقى في اللايك. يلا كده نقول بسم الله ونشوف الخضار بتاعنا والاسعار بتاعته بتاعت الاسبوع ده. هنا معايا البطاطس الجديدة طلعت. فلقيتها ب10 جنيه، جبت كيلو ونص ب15. الخيار لقيته جميل بلدي كده وصغير وجميل ب4 جنيه، جبت 2 ونص ب10. الملوخية 2 ونص برضو ب10. الليمون ب10 جنيه، جبت نص، لان احنا طبعا مخزنين فبجيب بس على قد الاستعمال. الجزر ب10 برضو، جبت نص ب5. ايه تاني؟ الفلفل اللي هو المقلبص ده، بحب اجيبه عشان بنعمله محشي. جبت برضو نص ب5، كان ب10. الفلفل الحامي جبت الكيلو ربع ب10. هنخلله يعني بإذن الله، فجبت كيلو ربع. الفاكهة جبت البرتقان ب5 جنيه. الرمان كان عامل 4 جنيه، جميل برضو زي السكر جميل. ما تقلقيش من الرمانة اللي هي بتبقى مفتوحة دي، طالما مش طرية او مش مربوطة. جميل جدا زي السكر. كده خلاص خلصنا، هنبدأ بقى ايه. جبت بقى السمك، انا بحب في اول الاسبوع كده يبقى سمك. جبت حبة اسماك حلوين كده، كابوريا بقى وجمبري، ايه ما اقولكمش. وبكام؟ ب20 جنيه. شفتوا بقى؟ هناكلوا احلى اكلة سمك وجمبري وكابوريا وب20 جنيه. شايفين بقى الكابوريا بتاعتنا الجميلة دي عاملة 20 جنيه. شايفين مبطرخة وجميلة. بصوا هنا انا بقول هنا بقول لكم بقى ان دي اللي هي النتاية، اللي هي الكابوريا اللي بتبقى الأنثى والذكر، يعني الفرق ما بين الأنثى والذكر. ده اللي هو الذكر. بصوا شوفوا كده الفرق ما بين الاتنين. بصوا حبايبي، اللي فوق دي اللي هي اللي الذكر. شايفين المثلث بتاعها عامل ازاي؟ اللي تحت دي بتبقى هرمية. الهرمية دي بتبقى الأنثى، هما الاتنين حلوين. بس اللي هي النتاية دي بتبقى فيها مبطرخة، يبقى فيها بطروخ. بس بصراحة هي جميلة ومليانة. كنت خايفة منها بس فتحتها عند البياع فلقيتها جميلة. وهو حلف لي ان هي مليانة مفيهاش حاجة فاضية، وهي فعلا جميلة حلوة ب20 جنيه. هنا الجمبري بتاعنا ده برضو كان عامل 35. جبت كيلو. بحب ان انا الجمبري ده موجود دلوقتي كتير في السوق. فلو شاطرة هاتي وشيلي في الفريزر. هنا برضو المكرونة، ده سمك المكرونة ب20، اللي هو الصغير ده كده ب20. جميل قوي. انا بعمله زي البسارية. بجيبه كده وبنضفه بتبله، وبناكله كده زي البسارية، بيبقى جميل بيتأزأز كده. المهم كده خلاص بقى، دي المشتريات بتاعتنا بتاعت الاسبوع ده. هبدأ بقى اغسل ايدي كده مكان السمك، ونبدأ زي ما اتعودنا ان احنا ايه، نغسل الخضار بتاعنا غسلة حلوة كده، ونعقمه بالخل، ونبدأ ان احنا نشيله في التلاجة وهو مغسول. انا بحب ان انا اغسل الخضار بتاعي واعقمه كويس جدا، خصوصا لو عندك اطفال زيي. فدايما بيفتحوا التلاجة وبياخدوا منها الخضار، خصوصا الطماطم الخيار البتنجان الحاجات دي. فلازم تكون مغسولة كويس جدا. هم خلاص اتعودوا ان انا بغسل الحاجة، فبياخدوا ياكلوا على طول. تمام كده حبايبي. ايه بقى إيه طبعا قلت لكم في الاول ان احنا نملى بيتنا ب10 جنيه. بص يا ست الكل، في حاجة انا ماشية عليها بجد بتفرق معايا كتير جدا. خلي دايما معاكي يوم السوق، لما تنزلي يوم السوق خلي معاكي 10 جنيه. ال10 جنيه دي هاتي بيها حاجة هتحطيها في التلاجة، تفريزات. 10 جنيه دي غير اللي انتي هتجيبيه. يعني انا بنزل السوق، بتكتبي الاول الحاجات اللي انت عايزاها، ما تنزليش وخلاص، نصيحة مني.
اكتبي قبل ما تروحي السوق، لا انا عايزة 1 2 3، ومن ده هجيب قد كده، ومن ده هجيب قد كده. حددي ميزانيتك، ما تنسيش تشتري وخلاص. خلي بقى في 10 جنيه معاكي كده دايما. انا بسيبها، ال10 جنيه دي بجيب بيها اي حاجة هشيلها، مش مشتريات الاسبوع مش هحتاجها، لا هشيلها في الفريزر. يعني انتوا شفتوا معايا، اللي تابعني شفتوا معايا الاسبوع اللي فات جبت ايه؟ جبت ليمون. جبت ب10 جنيه ليمون، وجيت مفرزاه وشلته. تمام كده. انا الاسبوع ده ال10 جنيه جبت بيها ايه؟ جبت بيها الفلفل اللي انتوا شايفينه ده. قلت انا ما عنديش فلفل المخلل خلاص، ما عنديش غير ليمون. ماشي، والزيتون يعني بدأت اكل فيه، بس انا عايزة برضو مخللات تانية. فقلت خلاص ال10 جنيه هجيب بيها فلفل، وهحطه في البرطمان وهيقعد معايا مدة حلوة، وهنبدأ ناكل منه، بان انا ما بستعملش الفلفل في الاكل عشان الاولاد. تمام. وجبت برضو الملوخية. والاسبوع اللي فات كنت جايبة برضو معاكم ملوخية. تمام. الملوخية انا بحب ان انا اكتر منها اليومين دوت، لان انا حسيت ان هي خلاص يعني آه، هتبدأ ان هي تخف في السوق. فبكتر منها بصراحة، بتنفعني جدا، نفع ربنا يعني. في الشتاء بعد كده بطلعها بقضي بيها يوم، لو في اي حبة شوربة بعمل لي بنعمل طبق وبنقضي بيها يوم مع حبة بطاطس، طبق بتنجان. جميلة جدا ومغذية، وبتقضي لي اليوم. فال10 جنيه ما تستهونيش بيها. ال10 جنيه هتجيلك بيها حبة طماطم، لو في حبة شروة طماطم قدامك هاتي حبة طماطم، وبداية ان انتي صلصيهم وشيليهم. آه، بلاش خضار لو هتجيبي بيها حاجة، لو هتجيبي بيها فاكهة، وبرضه تشيليها في الفريزر. دلوقتي في الجوافة، قول هنجيب 10 جنيه جوافة ونشيلها. تمام كده حبايبي. فبجد اعملوا الموضوع ده، هيفرق معاكم كتير جدا، وهتدعوا لي بصراحة. واللي يعمل كده يا ريت يعني، اللي تجرب الموضوع ده تقول لي في التعليقات. بس كده خلاص. هنا بقى كنت بقى غسلت السمك بتاعنا. غسلت الاول الجمبري كده غسلة حلوة، وشلت منه كل الاعشاب اللي فيه. هو بياخد وقت، هو عيبه بس الصغير ده إن بيبقى فيه اعشاب كتير كده. فبنبدأ اننا نشيلها. وغسلته حلو. الجمبري بقى ما بعملهوش بس شوربة. يعني انا ببدأ ان انا اقسم الكيلو ده، بعملوش كل يوم واحد، بقسمه على مرتين. في جزء بعمله شوربة مع مثلا اكلة سمك زي دي كده، والجزء التاني ببدأ ان انا اقشره وبشيله. يا اما متقشر يا اما بطلعه مثلا في يوم بنقشره وبنعمل بيتزا بالجمبري. هنبقى اعملها معاكم بعد كده، بتبقى جميلة جدا. بعمل بيتزا كبيرة كده من ايه، من نص كيلو جمبري، يعني مفيش 15 جنيه بعمل اكبر بيتزاية، وبتبقى مليانة جمبري. هبقى اشاركها معاكم بعد كده بإذن الله لما اعملها. كده خلاص كنت خلصت بقى غسلت السمك بتاعي كله. هنبدأ ان انا اشيله، لان انا ما عملتهوش في يوميها. بابانا بقى ما كانش موجود معانا، فقلت خلاص هنبدأ ان انا اجهزه وهنعمله بكرة بإذن الله. هنا تبلت بقى المكرونة بتاعتي بملح وملح وكمون وكزبرة وحبة شطة، ونبدأ ان انا املحها اتبلها كده. وهنبدأ اشيلها في التلاجة، في الرف اللي هو تحت الفريزر، لحد ما نعملها تاني يوم بإذن الله. شلت منها جزء كده، ان مش هنعملها كلها، فشلت منها جزء وشلت الباقي في الرف اللي تحت الفريزر. هي والكابوريا هنعملها بكرة، والجمبري وحبة السمك دول شلتهم في الفريزر ليوم تاني بإذن الله برضو، هنقضي بيهم يوم تاني. تمام كده. هنا بقى خلاص بعد ما خلصت بقى الخضار بتاعي والسمك، هنبدأ بقى نغسل الحوض بتاعنا غسلة حلوة كده، هو والرخامة والحنفية وأي مكان أنا مسكت بيه. مسكته يعني بإيدي. دي أهم حاجة لازم تعمليها بعد ما نخلص كده غسيل الخضار بتاعنا، وخصوصا لو في لحوم أو طيور أو أسماك، لازم نغسل الحوض بتاعنا كويس جدا، والرخامة بالخل والصابون نعقمه كده حلو. حبايبي اللي متابعيني،
عارفين ان انا الحوض بالنسبة لي زي الطبق. هتشوفوني بعد كده لو لسه جديدة معايا، هتشوفيني بعد كده ان انا بغسل فيه الخضار. لو جايبة كمية كبيرة بحطه في الحوض وبغسله. فده لاني بغسله دايما وبحافظ عليه زيه زي الطبق اللي باكل فيه. تمام كده. بعد ما خلاص بقى خلصنا الرخامة بتاعتنا وعقمناها كده وبقت زي الفل. هنا كنت جايبة التموين بتاعي بالمرة برضو معايا. بس انا الشهر ده اكتفيت بس بالزيت والسكر من التموين، لاني ما لقيتش. كان في حاجات كتير ناقصة من التموين، وما لقيتش الحاجة اللي انا عايزاها، وحاسة ان هي زيها زي بره. فاكتفيت بس بالزيت والسكر، جبت اللي يقضيني. ببدأ هنا انا عندي الازازة الكبيرة دي ببدأ افضي فيها الزيت. يعني كل اول شهر كده لما بجيب التموين بتاعي بفضي فيها. هي بتاخد 3 ازاز كده الا ربع من الازازة اللي هي 800 ملي. بيبقى احسن لي. بتقعد بقى معايا نص شهر على حسب بقى استخدامي للزيت. بس كده هنبدأ بقى نفضي الحاجة بتاعتنا، وهنفضي برضو حبة من السكر. وهنمسك بقى البخاخة بتاعتنا الجميلة اللي احنا قلنا عليها، اللي فيها الكوريكس والمية. ونبدأ بقى نعقم اي حاجة احنا مسكناها، ونمسح بقى الازازة بتاعتنا كده. زي ما قلت لكم قبل كده، خلوا ايديكم دايما كده في الحاجة، تبدأ حاجتنا تبقى دايما نظيفة، وما نحتاجش تنظيف كتير ولا مجهود مننا. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم حبايبي، وتكونوا استفدتوا منه. واتمنى كده منكم اللايك الجميل والاشتراك، عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. ولو استفدتي باي حاجة قوليلي في التعليقات. وجربوا بجد حبايبي. جربي فكرة ال10 جنيه دي، وقوليها لحبايبك وقوليها لأختك. لأن فعلا هي فرقت معايا كتير. أنا بعملها وبتفرق معايا كتير. فأتمنى إن انتوا برضو تعملوها وتشاركوها كده مع اخواتكم مع أصحابكم. وربنا كده يعدي الأيام دي على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.